هطلع معاكم كده أقرأ بعض الأعداد من رسالة بولس الرسول لأهل أفسس الأصحاح السادس. عدد 21 من عدد أصحاح السادس وعدد 10 لغاية عدد 21. بسم الله والابن والروح القدس الله واحد أمين. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطي لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. أمين. الجزء دوا من الرسالة بيحدد الموضوع اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه، اللي هو الحروب الروحية. أول نقطة في منطقة الحروب الروحية، مين هو العدو وإيه طبيعته. لو هنعتبر إن الكتاب بيعلن لنا، أنا هتكلم بسرعة عشان خاطر الموضوع يعني كل ما ناخد خطوات فيه كل ما يعني أعماقه تبان. العدو هو إبليس، والكتاب بيتكلم عن طبيعة إبليس إن هو كائن شرير بس روحي، فالحرب بتاعته روحية، يعني مش مجرد إنه بيتعامل مع الإنسان بشكل مباشر، لا ده بيستخدم تكتيك غريب كده، لأنه هو ليه سلطان على العالم، هو رئيس هذا العالم، فبيسخر كل الولاة، يعني الأسياد، السلطان، الناس اللي بتملك أمور العالم. وطبعا ما يقصدش العالم الناس، لكن كل شيء وضع في العالم زي ما قال الرب يسوع: العالم وضع في الشرير، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. لأنه كان يعلم جيدا كلمة العالم هو العالم الفاسد اللي فيه الشر وفي مفاهيم مغلوطة وضعها إبليس من زمان، زي ما كان بيقول الكتاب: الذي كان من البدء قتالا للناس. هو ده العالم اللي إبليس يتسلط عليه، وبالتالي يتحكم فيه بالأدوات اللي يملكها، ويتحكم فيه بشكل روحي جدا. فاحنا دول أجناد، يعني جيوش، يعني في ترتيب، يعني في تنظيم، يعني مش هيبعت لك رئيس وانت مش محتاج غير شوشو صغير كده، هو ده اللي محتاج يكعبلك. وبناء على كده نعرف ان ابليس عنده نظام في الحرب. عشان كده نعرف انه هو طبعا لما نيجي نتكلم على العدو، هو العدو يستخدم ادوات يبين طبيعة الادوات دي. كل ما نقرا في كتاب مقدس يبين لنا بقى ايه طبيعة العدو وازاي بيستخدم الادوات. وعشان خاطر في كتير من الأوقات احنا ما بنتعبش، احنا بيتجرب فينا على طول، يعني واحنا ضعفاء واقعين تحت الخطية بنكتشف بقى ان احنا في كتير من الأوقات بنتعرض للإغراء بكل أنواعه، ونكتشف ان إبليس ورا كل الإغراءات. كل الإغراءات، شهوة موجودة في الإنسان إبليس وراها. حتى الأفكار اللي جوه ذهني في كتير من الأوقات لما تبقى مشتتة
وماشية في اتجاهات خاطئة، نعرف ان ابليس هو اللي ليه مقصد انه يزرع مبادئ مغلوطة في العالم عشان خاطر توصل لي وانا ابقى شايف كل الناس ماشية بيها، فانا اقول لو مشيت بعيد عنهم هبقى هبقى مختلف. بولس يعني مسك في الحتة دي ولاحظ فقال اذا كنا مختلين، يعني لو طلعنا مخاليل فلله، لربنا، لان احنا ماشيين تبع مقاييس اخرى. العالم ليه مقاييس، مين اللي وضعها؟ مين اللي عملها؟ ابليس. عشان نكتشف بقى المنظومة دي اللي هو الرئيس ابليس وكل السلطان اللي تحتيه، العالم، مش بس العالم، وضعف الجسد والإنسان الفاسد اللي موجود في كل واحد فينا، واللي ربنا بيدينا فرصة انه يتغير ويبقى انسان جديد لما نرتبط بيه. لكن لما نعرف ان طبيعة الحرب دي لن تتوقف، مش ممكن ابدا تتوقف. فيش مرة من المرات ابليس يقول لك ايه، خد نفسك ارتاح شوية. مش هيحصل ده، مش هيحصل. واحنا في الحرب بتاعتنا ان ابليس يقول ايه، خد نفسك. ومش هيحصل انه في وقت من الاوقات يقول بشكل او باخر ليك على فكرة انا قصد الشر، مش هيقول لك كده. لكن من وراء كل حاجة نعرف كده ان ابليس زي ما يقول الكتاب اتى لكي يذبح ويهلك. فواحد انت عارف ان الحرب بتاعته حرب مهلكة، ما فيهاش تفاوض. امتى الانسان يدرك ده؟ مش يعرف ده، ما احنا كلنا عارفين. اسأل اي واحد حتى لو مش مسيحي هيبقى عارف كويس ان ابليس قتال، ابليس مضر، ابليس مؤذي. لكن عشان اعماق الانسان تدرك ان ابليس بيقدم لي الحياة المهلكة دي بصورة مقنعة ليا، تخليني في كتير من الاوقات في صفه مش في صف ربنا. ولما بيحصل حاجة اروح مشاور على الله، اقول له انت السبب، انت سايبني. لو انت قاصد خير تمنع. وكل الحاجات دي طبعا ابليس مختفي وراها. يقول كويس جدا اني وقعت بين الواد وابوه، عرفت اوصل معلومات مغلوطة لاولاد الله، فابتدوا يشاوروا على ربنا بالاتهام. ما انت لو ابونا بجد تحمينا. لكن بصوا بقى، هقرا كلام قاله رب يسوع في لقا 11. وقالوا لما اخرج الشياطين واتهموه، قالوا له انت برئيس الشياطين تخرج الشياطين. نقرا مع بعض الجزء ده، هم ايتين بس فيهم كل التعليم المظبوط. لقا 11 وعدد 21. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان. حينما يحفظ القوي، ويقصد بالقوي بين قوسين الشيطان قوي، يحفظ داره يعني المكان اللي هيقعد فيه، السلطان بتاعه، الحاجات اللي وضع ايده عليها، حط ايه، سلاح حواليها، يعني بيسلحها، يعني يمنع اي حد انه يقترب من المنطقة اللي تملكها. ويحصل ايه، تكون امواله في امان. خلاص اصبح هو مستأمن جدا للواقع الجديد ده اللي فيه اصبح هو الرئيس بتاع المنطقة دي. دخل قلبي خلاص سيج وتمام التمام، فبقى حافظ المنطقة دي. دخل مخي بقى حافظ المنطقة دي. لكن يحصل حاجة، ولكن متى جاء من هو اقوى منه. مين هو الاقوى منه؟ يسوع. ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه، نمرة 1، ينزع سلاحه الكامل، نمرة 2، ويوزع غنائمه. ويبتدي بقى ايه، يطلق هذا المكان او المنطقة اللي كانت مستعمرة من قبل ابليس، يطلقها بالبركات بقى. لو هنفترض مثلا قلب مليان بالبغضة بالكراهية، وابليس مبسوط قوي، حط اسلحة كتيرة بحيث ان يمنع عن القلب ده انه يشعر باي مشاعر حب حقيقية وسلام مع الناس اللي حواليه، سواء مع الله او مع الاخرين. لما يخش المسيح هيعمل ايه؟ هيروح واخد بعضه يغلب ابليس، دي اهم حاجة، وينزع السلاح، الحتة اللي مسيج حوالين القلب فيها ينزعها، ويبتدي يطلق بقى هذا القلب اللي كان عنده طاقة للحب وللتواصل مع كل الناس اللي حواليه،
بالبركات، فيبتدي الانسان يحب ويتواصل مع الناس اللي حواليه. ده مثل بسيط. اللي عايز اقوله هنا ايه؟ ان الحرب تحتاج ان يبقى الغالب فيها مش انا لكن من هو اقوى منه. مين هو اقوى منه؟ ودي النقطة اللي في كتير من الاوقات ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، وخصوصا لما نبتدي حياتنا الروحية طمعانين في ان احنا نمشي كده مسافات طويلة ونبقى مليانين بحاجات كتيرة، ونكتشف ان في معطلات وحواجز واعاقات كتيرة قدامي. خلي بالكم، ما تفتكروش ان الاعاقات دي هتبطل. مفيش حد مولود من الله لا يتعرض لأي معطل يعطله في حياته المسيحية. يقولوا حتى القبر لغاية لما يخش يرجع بالسلامة تاني للحتة اللي جه منها، لغاية التراب، وهو بيتعرض لكل المشاكل دي ما بيتحررش. لكن هو في حربه غالب، ودي أهم حاجة، لأن في حاجة معاه اسمه أقوى منه اللي هو يسوع. فطبيعة الحرب، إبليس رئيس ليه قدرة على أنه يسيطر ويستحوذ، عنده أدوات. لكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، ينزع سلاحه الكامل ويوزع غنائمه. ودي النقطة اللي احنا محتاجين نختبرها، ويبقى تكون عند الشخص مخزون كبير كده من الفهم والإدراك على قوة يسوع. خلي بالكم، دي نعمة الله. لما نسأل هي ايه نعمة الله؟ هي عبارة عن الإدراك اللي فعلي لقوة يسوع وعمله في حياة كل واحد فينا. هو ده اللي بيجي في وقت من الأوقات نتذكر بقى ايه الآيات اللي صنع الله معانا، ايه العجائب اللي عملها فينا، ايه التغيير اللي بيحدثه في الإنسان، شكله ازاي. هو ده. عشان كده مش هقعد أحكي معاكم على الكلام اللي قاله بولس اللي هي ازاي نقدر نقاوم إبليس ونلبس ايه ونعمل ايه. انتوا الكلام ده ممكن تكونوا سمعتوه كتير، لكن هتكلم فعليا على 3 مناطق يعتبروا مفتاح لقدرتنا على الغلبة. صد الحرب، انشاء واقع جديد. الحرب دي فيها الانسان محتاج انه ينتصر، وعرفنا انه مش ممكن ينتصر بدون يسوع. فبدل ما افضل طول الوقت اقول لك على حلول انت عارفها، بس انت عاوز بقى خطوة اكثر عمقا، كني من اني اوصل للنصرة والغلبة على العدو ده في يعني بطريق قصير كده، سكة قريبة. مش عايزك تقول لي كلام عام، تقول لي مثلا ايه يسوع هو اللي ينقذ. حلو خالص، انا ما اعرفش ازاي. ربنا يقدر، عارف ده، بس يعني قول لي بالظبط ايه الآلية اللي هستخدمها عشان خاطر يسوع يعمل معايا كده. فانا هقول لك بالظبط كده في ميادين للمعارك. مش كل معركة ليها ميدان، تعرفوا كده كل الحروب ليها في ميادين ابليس بيستخدم الميادين دي عشان يشن حروبه، وانا في الوقت ده هستخدم الميادين دي للنصرة. نفس الميدان اللي هيستخدمه ابليس للحرب هستخدمه انا للنصرة. اول ميدان اسمه ميدان المخدع. دي معركة مهمة جدا. المعركة دي لازم تحسم، معركة المخدع. لما نشوف واحد عايز ينتصر في حياته، مش عايز حرب تجيله، وتسأله بتعمل ايه، فهو ممكن السؤال ده يقول ما انا بحب ربنا، ما انا يعني ربنا عارفني وعارف اللي جوايا وعارف ان انا مش شرير وعارف ان انا عايز حاجات كويسة كتير وعارف وكلام ممكن يبقى ايجابي. لكن فعليا لغاية دلوقتي هو ما استخدمش الاسلحة اللي معاه، اسلحة القوي دي، عشان يغلب بيها. ما عملش حاجة. فمعركة المخدع هي اول معركة. انا بعتبر ان دي معركة مهمة لازم تحسم مسبقا، لان المعركة دي لما انت تغلب فيها تكتشف ان هي سر النصرة في كل المعارك اللي هتقابلك فيما بعد. دي الميدان الاول والمعركة الاولى اللي لازم نغلب فيها، معركة المخدع. ابليس بيجي طول اليوم يبتدي ينشر اكاذيب في الحياة، يبتدي يغير حقائق كتير، ويبتدي يستخدم ادوات العالم عشان توقعني، الشهوات والاغراءات، كل ده. سؤال، هقاوم بايه؟ لحسن تفتكر ان في قوة من ذواتنا. مفيش قوة كده. يبقى لابد ان يبقى عندي مصدر للقوة باخد فيه قوة القوي او قوة الاقوى منه عشان خاطر اغلب بيه القوي.
عايز اخد قوة يسوع عشان اقدر انتصر بيها على الشخص القوي اللي اسمه ابليس ده. فمعركة المخدع معركة مهمة جدا. لما نسأل بقى ايه دور معركة المخدع في النصر على ابليس، اول حاجة كان يقولوا كده الاباء لما نقف قدام يسوع يتكلموا عن يسوع ان هو ده الاسد الخارج من سبط يهوذا، ولما بنقف قدام الاسد ده بناخد قوته، حاجة اسمها قوة الاسد. ايه قوة الاسد؟ ابليس يقولوا انه يجول اسد يعمل، يعني انا مثلا لو جالي واحد وفضل يعمل لي ببقه كده هو ده الاسد؟ ده بيعمل حركات كده او يخوفني. هو ده المخيف؟ ده بيعمل حاجات تخوفني. فابليس بيعمل حاجة مش بتاعته، بيعمل حاجة مش بتاعته، دي بتاعت يسوع. هو الاسد ده مين؟ هو يسوع، وقوته هي القوة اللي تقدر ننتصر بيها على كل حاجة بتحاربني وأولها إبليس. وعلى الرغم من كده إحنا في كتير من الأوقات بنحس إن يسوع مش فعال، مش جايب نتيجة، يعني مش معايا. خصوصا بقى لو حد بيروح يعترف عند أب كده ويقول له وعندي مشكلة في الحاجة الفلانية، وعندي مشكلة في الضعفة الفلانية اللي بقع فيها. فابونا مثلا يجي يقول له حل كده، يقول له صلي، يقول له اديني حل عملي. فيقول له مثلا ممكن اكتب لك على دواء تاخده من الصيدلية 3 مرات تبقى كويس، ممكن اقتنع بحاجة زي كده. احنا مش عارفين ان الحرب روحية، ولابد ان الاسلحة اللي احنا نحارب بيها تبقى روحية، بس روحية من نوع خاص، روحية لها قوة وتأثير، لها نفوذ على القوي ده اللي اسمه إبليس. عشان كده المخدع هو أول مصدر ناخد منه قوة الأسد الخارج من سبط يهوذا، قوة يسوع. لما نقف الصبح بالذات ناخد من الله قوة لليوم الجديد، دي قوة نقدر نزمجر بيها في وجه العدو، العالم بكل ما فيه من إغراءات، إبليس اللي بيسيطر عليه، كل حاجة بيستخدمها عشان تنكد عليك وتزعلك وتحزنك وتحبطك وتوقعك في مشاكل نفسية قبل ما تبقى مع الناس اللي حواليك. ما تقدرش تاخد نصر عليها إلا لما تاخد قوة الأسد، ولما تعرف ان انت مهزوم في الحياة من كل الحاجات اللي حواليك، تعرف ان انت المخدع عنك واقع جدا. خدام كبار عماليق يعدوا أيام وسنين في الخدمة وما يكتشفوش الخبرة دي، ما يعرفوش ان سر النصر على كل المعطلات هي الصلاة. سر النصر على المشاكل اللي بنعدي عليها، حتى لو المشكلة قعدت 1 و2 و3، كان يبقى نصرتها المخدع. في مبدأ كده بيعملوه في الحياة الرهبانية للرهبان كده الجداد اللي داخلين الدير، اول ما يخش الدير ينطلقوا بقى يسلموا الله يفرح بيها، ويقولوا له بقى انت مواعيد القداسات عندك هنا وهنا، والتسبيحه من هنا وهنا. فتروح انت تنطلق بقى، او الراجل التلميذ ده الجديد او المترهبن الجديد ده ينطلق كده في الصلاه، ويطلع هنا تسبيحه، ويحس ان هي دي العيشه بقى الجميله. يجي بعد 2 3 4 يجي سيدنا يقول له مش كفايه، ننزل شغل بقى. نعمل ايه بقى؟ روح الزريبه، ولا اقول لك روح مع العمال في المباني. ياخد بعض يروح هناك، يكتشف ان العالم اللي كان فيه ده زي ما يكون عالم افتراضي، وده العالم الحقيقي اللي فيه شتيمة وفيه كلام مش كويس وفيه احتيال وفيه مكر وفيه مواقف. بيبتدي بقى الكيمياء بتاعته يحصل لها فوران، مرة بزعل، مرة بمشاعر سلبية، مرة يقول دول ما يستحقوش النعمة اللي هم فيها، مرة تاني يقول لك دول وحشين ودول خطاة. لو ما كانش يرجع تاني قدام ربنا في نفس القلاية ويقول له دي الحاجات اللي انا حسيت بيها، اعمل ايه؟ يقول له انت محتاج، مش هم وحشين، انت محتاج تحب زيادة، انت محتاج يبقى عندك طول انا زيادة، انت محتاج تبقى مقدرهم كويس، دول غلابة، دول مساكين، دول محتاجين رسالة، محتاجين يشوفوا صورة تانية. في كتير من الاوقات بنحس ان الدنيا وحشة ومش عارفين ان احنا الصورة الحلوة اللي هتخلي الدنيا احلى. كثير نحس ان الناس، في ناس اشرار كتير وما نعرفش ان هم شرهم يبتلع بالنعمة والخير اللي ربنا بيديه لنا. فالمخدع هو الطاقة
او القوة اللي بيمنحها يسوع لاولاده. وعايز اقول لكم الميكانيزم بالظبط عشان تبقوا عارفين الموضوع يبقى شكله ازاي. كل وقفة قدام ربنا، مش بسألك دلوقتي بتصلي اشبية كم مرة ولا بتصلي ارتجالي بعديها بقد ايه، مش بقول لك كده، لكن بقول لك ان كل مرة انت بتقف قدام يسوع بيحصل حاجة. ان الروح القدس اللي قال عليه الكتاب الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي يعمل ايه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. يروح طالع بقى يتوسط العملية اللي بيني وبين ربنا، يأخذ مما لي ويعمل ايه؟ ويخبرك. مش بس هيدي لك ويخبرك. كلمة يخبرك دي جت بمعاني كتيرة. جت بمعنى كلمة انفورم، يعني يعلمك او يعلمك، يعني يبقى يقري فيك كده. طبعا العملية دي في حد ذاتها يسموها عملية سرية. ليه عملية سرية؟ لان مش ما بقاش الامور واضحة كده زي المدرسة، مش زرعة زين قول ورايا وانت تفضل لا، لكن هي عملية سرية فيها روح الله ياخد كل حاجة من عند يسوع يحطها فيك. انت محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج تكره الخطية دي، فربنا يحط طاقة اخرى اسمها طاقة محبة ليه. فلما تيجي تحب ربنا تلاقي نفسك مش سهل عليك ان انت تعمل اي حاجة بتتعرض عليك. الخطية اللي بتتعرض عليك مش سهل عليك ان انت تعملها. لما تبقى عندك احساس بان انت مرفوض او محدش بيحبك او انت محدش مديلك قيمتك، فتقف قدام الله يروح الروح القدس مديك قبول يسوع، فتحس ان انت بالنسبة لربنا مهم جدا. فتظهر في عينيك كل الافكار اللي انت عمال تبص حوالين الناس، محدش بيحبني، طب اعمل ايه؟ البس لهم ايه؟ البس لهم ايه؟ يعني اتكلم ازاي عشان يحبوني؟ اهزر ازاي؟ عشان كده تلاقوا العالم كله في بحثه عن قيمته وفي بحثه عن انه يبقى ليه وجود يعمل حاجات كتير جدا. والحاجات دي هو بيعكس بكل بساطة اعوازه وجوعه وفقره لان يسوع يبقى موجود في حياته. فالعملية دي عملية المخدع اللي فيها الروح القدس بيتوسط العلاقة اللي بيني وبين ربنا، بيأخذ مما للمسيح ويخبرني. كل حاجة أنا محتاجها باخدها. سؤال منطقي، بما إن إذن لو أنت مش هتقف وقفة أمام الله باستمرار، إذن لن تتحصل على لا قوة يسوع ولا على صفاته ولا العملية السرية اللي بتبتدي تغير فيك من حال لحال. مش كده؟ مش في آية بولس بيتكلم عنها بيقول إن إحنا كأننا ناظرين وجه الرب كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. إيه تلك الصورة عينها؟ صورته. صورة ربنا كان إيه؟ مهزوم، مغلوب على أمره. إذا كان هو الأقوى منه اللي بيقول عليه إنه هو غلب إبليس، يبقى الصورة دي بنتغير ليها من مجد إلى مجد، بس في كونديشنز كده. كما من الرب إيه؟ الروح. يعني العامل المنشط المحفز، أنا بحاول بقدر الإمكان أتكلم بلغة كيميائية عشان تفهموني. العامل المنشط اللي هيعمل كل الحاجات دي ويخلي الدنيا تبقى أحلى والأمور تبقى أوضح في حياتي، هي إن روح الله يبتدي بقى يبقى ليه سيطرة عليا. بولس قال إن أولاد الله مين هم؟ إيه صفاتهم؟ إيه الميزة اللي يميزهم عن أي حد؟ هم الذين ينقضون بروح الله في رومية 8. اللي أنا عايز أعرفه بقى، هل معركة المخدع معركة مهمة؟ لازم تبقى معركة محسوبة لحساب ربنا. أيوة، لأن من غيرها لو قعدنا نهاتي بقى عن قوة العدو وعن أساليبه وعن كل الحاجات اللي بيعملها معانا، ملهاش أي لازمة غير لما نقول الحل هي أن يبقى في عندي اسمه مخدع. طيب أنا هقول لكم على حاجتين ناس كتير خالص ممكن تبقى عندهم أزمة فيهم في موضوع المخدع ده، أو خدعتين إبليس بيستخدمهم عشان يخلي معركة المخدع دي. يعني لو هنفترض ان ابليس قاعد يبص علينا ويقول هستخدم ايه الاستراتيجية اللي استخدمها عشان خاطر ما خليش اي حد من ولاد ربنا يقدر ينتصر في المعركة دي، فهيستخدم حاجة اسمها خدعة الفريسي. عارفين خدعة الفريسي؟ خدعة الفريسي اللي هو وقف في نفسه، يعني ايه؟ مع روحه كده،
وراح قايل اللهم اني لست مثل باقي الناس، زناه، الخطاه، العشارين، وعدت بقى ايه الحاجات اللي بيعملها، اللي في كتير من الاوقات ناس كتير تعملها. انا زي الفل، بعمل ايه؟ انت ما شفتش العيال بتعمل ايه عندنا في الجامعه؟ ما شفتش الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ طب انا هقول لك حاجه اكتر من كده، ده انا الحمد لله مش زي الناس الموجودين كمان في الكنيسه، ده انا اعرف ناس خدام مش هحكي لك. دي خدعه الفريسي، وعشان يحبكها كمان خدعه الفريسي دي يقول لك بص خد عليها حته روتين بقى، كل يوم اشبيه يا قداس، كل اسبوع ولا كل قد ايه، وتروح تتناول ايه الكلام ده. فيتمكن ابليس من السيطره على هذا الانسان بالخدعه دي. يبقى هو غلب ولا ما غلبوش؟ رغم ان الانسان ده يبدو ان هو بيصلي وان في مخدع. والخدعه الاخرى خدعه يسموها خدعه انبياء البعل. عارفين انبياء البعل اللي كانوا في ايام ارميا؟ عارفين انبياء البعل؟ طب عارفين انبياء البعل اللي جم في ساعه مين؟ قولوا معايا. ايليا. عارفين انبياء البعل دول؟ لما انبياء البعل ايليا قال ان احنا هنعمل مذبحين، نعمل مذبحين ونقدم عليهم ذبايح، والذبيحه اللي تلتهم او تحرق بنار تبقى استجابه من عند الرب. خلاص ايليا فضل قاعد وهم طول النهار بقى، ابتدوا من الصبح بدري بقى، جابوا كل الذبايح اللي عندهم، كل حاجه. يعني عندك عايز بقر تلاقي خرفان ماشي، يعني حمام اوكي، كل حاجه جابوها، وفضلوا يصوتوا طول النهار والليل بقى، ويرفعوا في ايديهم ويا بعل اجبنا. كانت انبياء البعل دي هي يسموها الحراره. واحد اول ما يجي في اي حته يروح مش شحتف على طول كده، يفضل يشحتف دي اسمها ايه؟ حراره. بس الحراره دي كانت من بره، حراره خارجيه مش حراره داخليه. ففي كتير من الاوقات انا اشوف نفسي اول ما اروح الاجتماع اقلب على طول، اروح الاجتماع اروح الخدمه اروح قالب على طول. يعني عندي حاجه اسمها التقوى الايه؟ الزائفه دي. فدي كويس، انا جميل فيها دي، حلو خالص كده، شكلي 100 ومع ربنا وفي الخدمه وبدي قرارات وبقول نعمل كذا ونسوي كذا. دي خدعه انبياء البعل. اللي يشوف يقول لك ده سخن سخن جدا ده، لكن دي خدعه انبياء البعل، لان الحراره من الخارج فقط. الخدعتين دول اكبر خدعتين يسيطر بهم ابليس على ميدان المخدع وينتصر عليه. لكن الشخص اللي عارف كويس قيمة يسوع، انه اقوى منه، ما يديش مجال لان ابليس ينتصر عليه في المعركتين دول. الحاجة التانية، خلي بالكم احنا في الكنيسة عندنا يعني حاجة سلمها لنا ربنا، ان لما نحب نقدم الايمان نسلمه. يعني نسلمه يعني ما فيش حد فينا بينقل الايمان بالتعليم كده، لا بالتسليم. زي حتى في الالحان يقول لك يسلم لحن. يعني ايه يسلم لحن؟ يعني انا استلمته بسلمه. عشان كده بولس بيقول وما تسلمته مني اودعه اناس امناء يكونوا اكفاء يعني يعلموا اخرين ايضا. الايمان المسيحي كده خبره تسلم. لما نشوف كل سنه السنه اللي وراها ان الاجيال المتعاقبه في ضعف في الايمان، مش عندهمش خبرات روحيه، ما عندهمش استعداد انهم يواجهوا ابليس، الشر بيزيد والفساد بيزيد، نعرف ان خبره تسليم الايمان المعاش مش موجوده. يعني انت تسلم ايمان حقيقي انت بتمارسه مش موجوده. مهزوم في معركه اسمها المخدع. المذبح ده مش حقيقي، المذبح ده مش قوي، المذبح ده مش واخد حقه. الاقوى منه مش منتصر على القوي، يسوع مش منتصر على ابليس. لما المعركه دي ننتصر فيها تتولد خبره جوانا نعرف نسلم بيها الايمان للناس اللي حوالينا. عايز اقول لكم ان احنا في القداس بنصلي كده، وكتير من الاوقات مبقاش دريانين لما نقول هكذا يكون من جيل الى جيل ولظهر الظهرين امين. ايه هو اللي من جيل الى جيل؟ الضعف من جيل الى جيل، والفتور والانهزام، ولا القوه وروعه الايمان؟ خبرات جميله بنسلمها لبعض. خلي بالكم واحنا بنصلي كل كلمه بنقولها بتقف قصادنا
كأنها مبدأ نستلمه أو دينونة علينا. فأنت وانت بتمارس حياتك الروحية لابد تبقى عارف كويس ان انا محتاج ان يتحول الكلام اللي انا عمال اعمله ده لعيشة حقيقية. وخلي بالي ان اي مرة هرضى بان في خدعة من الخدع دي انها اقبلها، انا هنهزم. يعني في ناس فاكرة ان الخدعة دي ممكن تمشيني عادي يعني وابقى منسجم وكويس. لا، الخدعة دي هتحطمني وهتحطم الناس اللي حواليك. وخلي بالكم كل ما نبقى مسؤولين اكتر عن الناس اللي حوالينا كل ما نبقى يعني واقعين في مشكلة اكبر، ان انت مش بتسلم فعلا روح حقيقية. الناس اللي حواليك عارفينش تخش مكان ضل كده، مش حاسس ان مفيش جو كده، مفيش ما حسيتش بحاجة كده، ما حسيتش ان في كده الناس بتحب بعض، ما حسيتش الناس زي بالظبط وانا واقف معاكم كده وكنتوا عاملين كده، بحس مش متفاعلين معايا كده. فيعني ده المقصود من كلمة الجو يعني. فدي اول معركة واول ميدان محتاجين ننتصر فيه. وخلي بالكم ده نمرة 1 عشان خاطر لو ما خدناش بالنا هو ده اللي هيفهمني المعركة رقم 2. معركة رقم 2 بقى او الميدان رقم 2 هو ميدان المجتمع. وميدان المجتمع على احسن حد يفهمني غلط، هو انا مش جاي هنا اكلمكم على ازاي نخدم المجتمع، بس ميدان المجتمع هو المحطة التانية اللي بيستخدم فيها ابليس كل ادواته. يعني لما هشوف البنات الحلوة هشوفهم فين؟ في الميدان ده. ولما عينيا هتغرى هتبقى هنا. ولما هتعامل مع الناس واخد افكار مش مظبوطة عن الله او عن الحياة هاخدها في الميدان ده. وعشان ابليس يقدم لي حق مزيف في الميدان ده، الميدان بالذات ده هو اكتر ميدان. من واحنا صغيرين كده انا عانيت من القصة دي. كنت افضل اقول لعيالي في البيت حاجات كتير، نحب بعض وندي لبعض ونعمل كذا. راحوا المدرسة بقى كل الحاجات اللي احنا بنقولها لهم في البيت دي في يومين 3 كانت انتهت، ملهاش وجود. لا في المدرسة بتقدمها ولا اي حاجة. في بقى المس والاستاذ وضربني يعني تحس ان احنا في وادي والباقي في وادي، وهكذا. كل شوية تكبر انت شوية تكتشف بقى ان الموضوع مش زي الكلام اللي احنا في البيت. ويا سلام بقى الكلام بتاع المدرسة احد اللي احنا بنقوله ده لما تطلع في المجتمع تبص تلاقي مختلف تماما. مفيش حاجة من دي بتحصل. لما تطلع تشتغل بقى تكتشف مختلف تماما. لا لا لا، النظام بتاع الكنيسة ده واخطيت وسامحني وبتاع ودي وجهك كده، سيبك من الكلام ده كله، ده عايزين وش تاني ويبقى انا مقتنع داخليا ان دي الطريقة الوحيدة اللي اتعامل بيها في الحياة. فبهنا انا عندي حالة فصام ما بين اني مع ربنا بشكل ومع الناس بشكل. اصل كل حتة ليها حاجة. خلي بالكم ده في حد ذاته هي عبارة عن يعني كده برهان واضح على فشلي في معركة المجتمع. واللي يحل الإشكالية دي هو كلمة الله. اللي يحل ده هو كلمة الله. خلي بالكم المعركة دي ابتدت من أول ما الخليقة ابتدت. لما جت الحية وراحت قالت لآدم وحواء أحقا قال الله لكم تأكلوش من الشجرة دي؟ صح؟ دي كانت أول معركة فيها بيستخدم إبليس حق مزيف. بيقول ربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجرة، بس أنا هوصل الحق ده إزاي؟ هوصله بغرس نقطة تشكيك عند أولاد ربنا. أقول لهم ربنا مش بيحبكم. وخلي بالكم لسه نفس المعركة دي موجودة. لو رحنا لأي واحد أو واحدة وقلنا له ارتبط بيسوع، الحاجة اللي بتيجي في ذهنه لو ارتبطت بيسوع هبقى محروم، هبقى جعان. هيقول لي ما تضحكش وما تتفسحش وما تلبسش وما تعمل كل الحاجات دي، هيقولها لي لان ربنا بيحب الحال المعدول وانا حالي كله مايل. لكن ما يعرفش ان في حق تاني. كل الحاجات دي ممكن تتعمل لكن بيسوع مين اللي يظبطني والحاجات المظبوطة اخدها ازاي؟ لما يكون لي علاقة بكلمة الله، الحق الموجود هنا. والحق ده لما تقراه وتبتلعه هيخرج منك او هيحصل عملية كده بروسيسنج، تطلع في الاخر بان انت عندك قوة لصد
كل سهام ابليس الملتهبه، هتقدر ترد عليه، مش هتقدر تبقى واقف هو عمال يسطط فيك وانت قاعد ما عندكش حاجه. وده اللي عمله يسوع لما كان في التجربه على الجبل. كل مره ابليس يجيله بحرب ويقول له حاجه تخصه تخص الناس اللي حواليه، كان الرب بيقدم المبادئ الكتابيه دي، وبيقدم علاقته بالكلمه المقدسه. لما يقول له قول للحجاره انها تصير خبزا، قال مش كل الانسان مش بيحيا بالخبز واحد، ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. يعرف قيمه كلمه ربنا مقابل الحياه الماديه. يعني ببساطه هتعرف قيمه ان ربنا يبقى موجود في حياتك مقابل ان انت تاخد حاجه كده من الدنيا، تاخد منظر، تاخد شكل، تاخد ميزه، تاخد اي حاجه هتاخدها، اي حاجه في المستقبل كمان، نجاح وفلوس، كل حاجه هتبقى في عينيك في مقارنه ما بين ان اعيش بوجود ربنا الحي فيا او ان اعيش بحاجات تانية. لان هتكتشف بعد مرحله عمريه ان الحاجات التانية اللي انت حطيت لها ميزان دي وحسيت انها مهمه مش مهمه. وناس كتير خالص يقول لك كلنا وشربنا وفسحنا ولبسنا وعملنا كل حاجه ومش مبسوطين. ليه؟ لان مش ده الشيء المحيي، مش ده المشبع. طب والنهارده بالكنيسه بتقول ده المشبع، ده المشبع، بس للاسف مفيش حد اختبر المشبع ده. قليل قوي اللي لما حد يختبر كلمه الله المشبعه اللي بنقدر بيها نواجه المجتمع ونواجه استخدامات ابليس للحق، بيستخدم الحق. يقول فعلا مش انت ابن ربنا؟ طب ليه سمح ان انت تتعرض للتجارب والالام دي؟ ولو واحد فقير ليه ما خلاكش غني؟ ولو واحد مش حلو ليه ما خلاكش حلو؟ ولو واحد ما عندوش امكانيات ليه ما عندكش امكانيات؟ طب بص اعمل الحل الفلاني ده. عشان كده كل الحلول المتطرفة اللي بنشوفها من الناس كان الغرض او العدو المختفي وراها هو ابليس، اللي يفضل كل الوقت انه يقول ايه؟ انا اللي اديك. يعني الفكرة دي مش فكرة يسوع، دي الفكرة دي فكرة ابليس. عشان كده كلمة الله قادرة انها تحكمك للخلاص، يعني توريك السكة فين، تنتج صح. كل مرة هيقدم ابليس حق، ده مش حق، هو بس بيستخدم جزء منه كده، يعني انصاف الحقائق. كان في قصة زمان بيحكي كده عن ايام الحرب بين الفلسطينيين واليهود. جه واحد اسمه نحاش العموني، القصة دي هتلاقوها في سفر الملوك الاول، متهيألي صح كده؟ الملوك الاول. قصة كده عن نحاش. ايه نحاش العموني ده؟ نحاش العموني ده اسمه مختصر للحياة الملعونة. يعني نحاش العموني ده نزل على بلد، وده كان فلسطيني، وراح قال للشعب انا هسيبكم تعيشوا، هسيبكم تعيشوا بس عندي شرط. قالوا له ايه الشرط؟ قال له افقع العين اليمين بتاعت كل واحد فيكم، كل الرجاله اللي في البلد دي هفقع لهم العين اليمين. تصوروا كده هيوقفوا صف ويجيب نحاش العموني كده حاجه، ويجي له واحد كل واحد رفقع له عينيه، واللي وراه رفقع له عينيه. طب هو بيعمل كده ليه؟ لانه كده عمل حاجتين. اول حاجه اليهود رجال حرب، لما يجي يفقع عين لا هيعرف يضرب سهم ولا هيعمل اي حاجه، ضمن كده ايه؟ كسعامه على الاخر، يعني مفيش اي حاجه. ولما هيشوف نص، مش هيشوف كل حاجه. وده اللي بيعمله ابليس لما احنا نتوافق معاه، يقول لك بص هظبطك بس افقع لك عينك، فيخليك دايما تشوف ايه؟ نص الحاجه، نص الحقيقه. شوف نص السعاده، نص القيمه، نص الفرحه، تشوف الهيصه بس، لكن ما تشوفش بقى الحاجات اللي من جوه، اللي من السلام الداخلي والطمأنينة الداخلية. مش تشوفها دي، بس تشوف الهيصه، الفلوس وبارقها واللي بتجيب ايه وتعمل ايه. لكن الضمير المتألم واللي تحس ان هو كده موجوع من جوه مش هتشوف ده. وهكذا كل حاجه، حتى الحب والعلاقات كلها هتبقى النص اللي احنا شايفينه هو النص اللي كان كويس. عشان كده في كتير من الاوقات واحد كتير يكتب لك على الفيسبوك يقول لك ايه؟ على فكرة انا بضحك من برايا لكن من جوايا انا متألم جدا وفي حالتي صعبة ومش عارف ايه. هو ايه السبب في كده؟ ايه السبب في القصة دي؟ لانه هو عنده نص الحاجة، نصها، النص التاني ما كملش. مين يا عم اللي خد نصك؟
مين اللي فاز عليك وانتصر عليك؟ مفيش غير إبليس. وإبليس والوسائل اللي بيستخدمها اللي احنا قلنا عليه، الجسد بكل ضعفاته، الإنسان الفاسد بحسب شهوات الغرور اللي قال عليه الكتاب، ويستخدم العالم بإغراءاته ومبادئه اللي هو عملها في الحياة. واخدين بالكم؟ كل الحاجات دي من صنع إبليس. فالحق الكتابي يقدر يهزم كل محاولات إبليس لأن هو ينتصر عليا. لو انتصرت في المعركة دي يضاف ليا زي ما قلت لكم في الأول كده مخزون قوة أقدر بيه أنتصر. يبقى عندي بالظبط مخزون من نعمة ربنا، من اختبارات، من حق أنا واخده من الله أقدر أنتصر بيه على كل التحديات والحواجز اللي قدامي. آخر ميدان معركة، وبعتبر ان الميدان ده ما يفرقش حاجة عن ميدان المجتمع، يسموه ميدان الذات والكبرياء. ميدان الذات والكبرياء. الميدان ده، ميدان الذات والكبرياء ده ميدان مهم جدا، لان ابليس يعلم جيدا ان الذات هي الانسان الفاسد. هو عارف كده. ايه هي الذات دي؟ احسن تفتكر ان الذات دي حاجه حلوه. يعني في ناس كتير قوي لما يتكلموا على الذات بشكل كده يقول لك الذات الانسانيه. ايه هي الذات الانسانيه؟ يقول لك مواهب الانسان، قدراته، ابداعاته، ارادته الداخليه. حلو جدا. ارادته الداخليه دي لو احنا سبناها كده من غير ما يبقى ليها كنترول من اي نوع، ازاي الذات الانسانيه ممكن تتالق؟ اكتشفوا ان حتى يعني أغسطينوس هو الوحيد اللي قدم لنا الفكرة دي. قال كل مرة كنت بحاول اني احقق ذاتي كنت بستمر في الشر، بنمو في فكرة رفض الله، لان الذات في حد ذاتها بترفض ربنا. مش بتقول ربنا، بتقول له انا اله نفسي، انا اله نفسي، كل اشرب اتمتع هيص، ده انا. لكن الذات بيقول لك لا، وقف، ستوب، ما تعملش كده. فميدان الذات يعلم جيدا ان الله سيقابل عدو صارم اسمه الذات. كل وصايا ربنا اللي هتعملها في المجتمع هتتقابل من ميدان الذات. عشان كده ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت، ايه اللي هيحصل؟ فهتبقى وحدها. اله بس لوحدك، لنفسك. اله بس لنفسك مش لحد. لكن لازم يحصل لها ايه؟ تقع وتنكسر. بس كده لا، ده كمان تموت. لازم تموت. شبهوها كده تشبيه لطيف زي البيضة، قشرة البيضة اللي جواها ايه؟ الكتكوت. ان كان انساننا العتيق اللي هو قشرة البيضة يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. القيامة جت منين؟ جت ازاي؟ جت لما المسيح مات. كان ينفع يبقى فيه قيامة من غير ما يبقى فيه موت؟ والمعمودية اللي حصلت في يوم من الأيام لينا دي كانت عبارة عن إيه؟ موت مع المسيح وقيامة. القيامة بقى إحنا نفسنا بقى أنها تستعلم فينا، بس لما أنت تيجي تاخد اختبارات الموت دي، هل عندك استعداد تستحمل حد ما يحبكش؟ هل عندك استعداد أن أنت تقبل الظلم والإهانة؟ مش بشكل مجرد كده، ما ربنا مش، خلي بالك، مش هيسيبك يعني تاخد حاجات مفرط فيها، لكن على الأقل هيعرضك أو هتتعرض أنت للتجارب دي. إبليس هيعرض التجارب دي، وانت في المقابل هتاخد رد فعل. هل هتقدر تستحمل ان انت تبقى مش كل حاجة عندك؟ هل هتستحمل ان انت ما تبقاش عندك امكانيات كتير وهتبقى عندك اعوازات كتير؟ هل عندك استعداد ان انت تتحرم من حاجات كتير؟ ما هو ده هيحصل. بالله هيحصل، من غير الله هيحصل. في جميع الاحوال ما فيش حد بيملك كل شيء. لكن لما يحصل ان انا في وقت من الاوقات ما كنش عندي كل حاجة، ما عنديش الأصحاب اللي بيحبوني واللي بيقيموني، ما عنديش الموهبة اللي تخليني موجود وسط الناس، هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ عشان كده الذات بتطلع في كل منطقة من المناطق اللي ببقى فيها مش مدي لربنا وقاره. عشان كده يقولوا كده التواضع، الاتضاع هو اللي يقدر يغلب الذات. أنا عايز أقول لكم على مثل قدمه الكتاب المقدس بيقدم لنا يعني ايه حضور الله، يعني ايه وجود الله. لما الله قرر انه يتجسد في العالم ويولد، اختار المتضع، لانه نظر الى اتضاع ايه؟ امته.
لو كان في حاجة تاني خلت ربنا يبقى موجود غير كده كنا قلنا عليها. لو كان حاجة خلت يسوع يبقى موجود وحي وعايش غير الاتضاع كنا قلنا عليها. عشان كده الاتضاع هو عبارة عن مفتاح السر لكل ذات. سؤال: هو الذات دي بتعمل ايه؟ هي عبارة عن عداوة لله. ابليس بيستغلها. ازاي يكلمك بالشكل الفلاني ده؟ فانت تقول له: انت ازاي بتكلمني؟ انت مش عارف انا مين وانت مين؟ يبقى احنا اتنين مع بعض في الكلية مثلا. يقول: انت عارف انت مين وانا مين؟ فهو عايز يقول لك ان انا يعني انا احسن منك. فانت تقول له: انت احسن مني، ده انت مش عارف ايه. هو ايه اللي حصل هنا؟ هنا عبارة عن الذوات بتاعتنا ابتدت ايه؟ تتخانق. هتخانق على ايه؟ طيب هل تفتكروا ان الله هيبقى موجود في الحكاية دي او في المنظر ده حتى لو بيننا وبين العالم؟ وهكذا وهكذا. كل حاجة تانية بقى. الإرادة بتاعت الإنسان. إرادة الإنسان تتقدس إزاي؟ شوفوا كده أي واحد بيجي يعمل خطية، شوفوا بيبقى فيه شهوة. الشهوة عبارة عن إيه؟ إرادة مشتعلة جوه الواحد عشان يروح يعمل خطية. هل ممكن تتغير الإرادة المشتعلة تبقى محبة لله ورايحة ناحيته وبتعمل عمله؟ الحضور الإلهي هو المنطقة الوحيدة اللي تكسر فيها الذات. فلو رتبناهم كده ترتيب مظبوط: نمرة 1 ميدان اسمه ميدان المخدع اللي احنا بنتقابل فيه مع الله وبنقبل فيه الله ونقف ناخد قوته. هو القادر انه يفهمني ويعلمني ان انا محتاج ارتبط بوصيته وبكلمته عشان خاطر اعيش سعيد واقدم السعادة دي او الطاقة الايجابية دي اقدمها للناس اللي حواليا، مش كمان بحتفظ بيها. واعرف ان السر او مفتاح السر هو في ميدان تاني اسمه ميدان الذات والكبرياء. الاتضاع هو الوحيد اللي يخليني اقدر افهم المفتاح ده. انا عايز اقول لكم الميدان ده فيه حتة من وراه كده تعتبر هي العصلوجة الوحيدة اللي سموها اللي هي معركة الجسد. لان المعركة دي معركة نمطية. خلي بالكم يعني ايه معركة نمطية؟ يعني مفيش حد مش هيتعرض لها. مفيش واحد مش هيعمل خطية بالجسد. في حد مش هيعمل خطية بالجسد؟ عشان كده في كتير من الاوقات الجسد زي بالظبط كده حيوان هائج صعب السيطرة عليه ومحتاج ترويض. يتروض ازاي؟ خلي بالكم الاتضاع عبارة عن الحبل. حبل كده يبتدي ايه؟ يخليه ينخ. ولما تيجي يقول لك صوم، صوم يعني ايه صوم؟ كلمة صوم يعني ايه؟ يعني هشرب كافي ميكس مش هشرب نسكافيه باللبن. هو ده الصوم ولا ايه الصوم؟ عشان خاطر صوم 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 معناها عبارة عن الكنيسة كانت عايزة تقول لنا روض هذا الحيوان الهائج، روضه عشان يبقى عنده قدرة على الضبط. اعمل له عملية ضبط عشان تقدر تضبط نفسك وتتحكم فيها. انت ده عبارة عن الجزء العملي التطبيقي اللي احنا بنستخدمه عشان خاطر نتمتع بحضور الله. روض نفسك. يقول لك ان الصوم بتسمو فيه النفس. هي بتسمو ليه؟ ايه الغرض انها تسمو كده وخلاص؟ لكن هي بتسمو عشان تتقابل مع ربنا. يبقى الغرض في الاول وفي الاخر من كل حاجة احنا بنعملها ان احنا نتقابل مع الله. طب هي ايه المتعة في كده؟ ما انا مش فاهم برضو. ولما اتقابل مع الله يحصل ايه؟ هيحصل ان كل حاجة تبقى فيا مستقرة بحسب مشيئة الله، في داخلي كده اطمئنان وسلام، في راحة. خلي بالكم الراحة دي هي القدرة الوحيدة اللي ربنا بيديها للإنسان عشان يعيش أيام ممتعة. أغلب الناس اللي عايزين يعيشوا حياة ممتعة ما بيعرفوش إن سر الحياة دي هي إن أنا آخد بقى القدرة دي من الله، وربنا بيديها لنا بالطريقة دي. 3 ميادين في 3 معارك. لو في حد منكم خدام هقول بس على ميدان رابع ده ناخده كأوبشن، يعني كده تاخده اوفر لما تخلص ال3 دول. يسموه ميدان الشهادة. ميدان الشهادة ده الميدان رقم 4. خلي بالكم في كتير من الأوقات الميادين ال3 الأولى دي ما بنحسمش أمرنا فيها، فبنخش على الميدان الرابع ده ايه؟ نخبط يمين وشمال بقى. يعني الميادين ال3 الأولى دي ميدان بقى المخدع فيش. طب المجتمع بيش. طب الذات والكبرياء ما عنديش. نيجي بقى نخش على ميدان الشهادة، لا لازم بقى
لازم بقى نخش بقى احط بصمتي لازم. فلما اجي اخش ميدان الشهاده عشان احط بصمتي، خلي بالكم لو واحد سوري يعني كئيب وهيقعد وسط الناس عشان خاطر يعلمهم الحياه المسيحيه، ايه الاضافه اللي هيضيفها لهم؟ كآبه ببساطه. حتى لو ما اتكلمش، حتى هو عامل كده هو طول الوقت، لان التسليم هنا تسليم للاسف روحي في الوقت ده، فهو هينقل الروح اللي عنده وهكذا. ميدان الشهاده هو عباره عن المخزون، مخزون النصره في الميادين الاولى، ميدان المخدع وميدان المجتمع وميدان الذات والكبرياء. دي الميادين اللي انتصرت فيها، وقدرت من خلال نصرتي ان انا اقدم ده في ميدان الشهاده. اقدر بعد كده اشهد عن ربنا، اقول ده حصل معايا كذا، عمل معايا كذا. عشان كده مفيش حد فينا مهما عليت مراتبه يقدر يستغنى عن الثلاث ميادين دول، انه ينتصر فيهم كل يوم كل يوم كل يوم. طب هيجي في يوم من الايام اخد بريك؟ مش هاخد بريك، كل يوم هنتصر فيهم، لان يسوع معايا كل يوم. مش هيجي في يوم من الايام يقول لي ايه هسيبك شويه واجي لك كده، لا، يسوع حي فيا، موجود باستمرار وانا عايش معاه، لاني ما عنديش استعداد اني اعيش حياتي بدون يسوع. اللي يعرف كده يعرف ان هو ده سر النصره وسر الاستمرار وسر الغلبه المستمره. فعشان كده لما تلاقي واحد يقول لك انا مطمن، انا مش خايف، ليك مكان مع يسوع في السماء. ليه؟ لانه عايش معايا. لما يكون عايش معايا ما اقدرش اقول لا شاكك. بصراحه مين اللي يقول انا شاكك وما ما اعرفش؟ بس انت عارف الانسان غلاط وبتاع، مين اللي هيعمل كده؟ لو يسوع بالنسبه لي عباره عن حاله، اجتماع، خلوه، مشوار، قداس، يعني كده حاله كده تجيلي كده يقول لك يا